فضيحة لازم تسمع في البلد كلها. لا، وعلى طول بعديها هعمل فرح حكاية سوشيال ميديا والعالم كله هيتكلم عليه. يوسف هيجيله جلطة، وبالذات بعد ما بعتله السيلفي بتاعتنا من شوية. انت فاكرنا هنتجوز بجد؟ لا يا بابا، انت اقذر منه. انا بس عايزة اشوفه قدامي مذلول. قوم لي كده يا معلم. انت ايه يا اخي؟ وسخت معايا 100 مره وسكت وقلت اخويا وصاحبي ولازم استحملك، بس ما تخيلش انك بالقذاره دي. نزل ايدك، احترم نفسك، انت في مكتبي. خليك حاطط الفكره دي في دماغك. ضحكوا على ابويا وباعوا شركته. انت عارف ان ابوك كان راجل سكران وبتاع قمار، ولولا ابويا كان ضيع الشركه وضيع كل فلوسه. سامع؟ لولا ابويا كان زمانكم بتشحطوا انت واخواتك. اقعد. وانت عارفه ان انتوا لايقين قوي على بعض. انت طول عمرك بتغير مني، وانت بتكرهي الاغنياء عشان بتحقدي عليهم. يولعوا ببعض.